مساء الجمال. هعمل معاكم النهارده كيكه بالشوكولاته. انا دلوقتي دول كوبايتين دقيق من الكوبايات اللي هي الكبيره اللي هي ديت، كوبايتين من دول. تمام. ومعلقه كبيره من النشا وكيس بيكنج باودر اللي هو الكيك شيف. وهحط دلوقتي في الخلاط بضايه، انا بحط بضايه واحده مع كيس فانيليا مع ربع كوبايه خل. الخل بيخليها هشه وبيبقى طعمها حلو جدا، وبالذات كمان ان هي بتضيع ريحه الزفاره بتاعه البيض. فانا ما بكترش البيض، انا بحط بضايه واحده، بحط عليها كيس فانيليا وربع كوبايه خل او اقل من ربع كوبايه زي ما انت عايزه. انا بحط يعني ربع كوبايه اللي هي الصغيره مش الكبيره، وبضربهم كويس جدا لحد ما الخليط يبقى متماسك معايا ويبقى عالي، ويبقى البيض عندي هش. فانا هوريكم هنعمل ايه دلوقتي. انا ضربت دلوقتي البضايه بشويه الخل بالفانيليا بكوبايه الزيت. انا دلوقتي هحط كوبايه السكر اهي. انا حطيت كوبايه سكر، ما بحطش اكتر من كده علشان ما يبقاش مسكر قوي فيجزع النفس، فما تقدريش ان انتي تاكلي الكيكه. وبالذات انا كمان هعملها هرش عليها الصوص الشوكليت اللي انا عملت الفيديو عليه من شويه. فانا هحط كوبايه السكر واحده دلوقتي. ده انا عندي دلوقتي دي كوبايه لبن، حطيت فيها 3 معالق صغيره من الكاكاو الخام وقلبتهم كويس جدا، وهحط عليها كيس النسكافيه. تمام. وهقلبهم كويس برضو، وبعد كده هحطهم على الخليط اللي انا ضربته اللي هو السكر والزيت والبيض والفانيليا والخل. انا صب دلوقتي الخليط بتاعي. انا حطيت معلقتين كبار كاكاو تاني خام علشان انا كنت محتاجه ان انا اغمقه، فحطيت معلقتين وهو الخلاط شغال. او ده الخليط بتاعي بضربه بالمضرب. طبعا انا لقيت الخليط لسه عايز لا شويه لبن، فقمت حاطه شويه بشويه، يعني ربع كوبايه كنت بزود شويه بشويه لحد ما الخليط يبقى معانا عامل كده، ما يبقاش سايل قوي. تمام. طبعا هتبطني الصينيه بتاعتك بالزيت، هتمسحيها بالفرشه بالزيت وترشي عليها دقيق عشان ما تلزقش من تحت. اهو ده الكيكه بتاعتنا، وهنحطها دلوقتي في الفرن. طبعا انت بتكوني ظابطه الفرن على درجه حراره واطيه جدا علشان خاطر لازم يكون الفرن دافي شويه قبل ما تحطي الصينيه. فانا دلوقتي هدخلها على الفرن دلوقتي وهو دافي، وهتخليها على درجه حراره بعد كده 180. اول ما تشمي ريحتها هتبتدي ان انت توطي النار عليها، وهتشوفي طبعا لو انت عندك نور في الفرن هتولعيه وتشوفيها استوت ولا لا. ان هي لما بتقب الكيكه ما ينفعش تفتحي عليها، لو فتحتي عليها تهبط. فانتي تشوفيها لو ما عندكيش ولاعه بكشاف بتاع الموبايل وبصي عليها، واول ما تشمي ريحتها خلاص ان هي قربت ان هي تستوي وعليت لفوق، بتجيبي سلاكه او الخشبه بتاعت اللي هي بتاعت الكفته، وتعمليها او بشوكة او بسكينة وتغرزيها تشوفيها اذا كان استوت من النص ولا لا، علشان خاطر ما يبقاش تطفي عليها ويبقى فيها عجينة من جوه. هنشوف ايه اللي هيحصل. انا دلوقتي الكيكه معايا استوت اهي. طبعا انا جربت اشوف اذا كان هي فيها حاجه ولا لا، واستوت. لا هي استوت. نبتدي بقى بالخشبه دي نبتدي ان احنا نخرم الكيكه بيها علشان خاطر نبتدي ان احنا نسقيها بالصوص الشوكليت اللي احنا كنا عاملينه. طبعا الصوص بتاعي لما جمد في التلاجة حطيته في الميكرويف. تمام. علشان خاطر يبتدي ان هو يسيح معايا واسقي بيها الكيكه اللي احنا عاملينها. انا دلوقتي حطيت الصوص الشوكليت بتاعي على الكيكه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا مكان التخريم اللي انا كنت عاملاه ده كله بقى الصوص بينزل جواه. ودي الكيكه بتاعت النهارده. والباقي الصوص اللي هيتبقى منك حطيه في برطمان معقم وما يكونش فيه نقطه ميه، وحطيه في التلاجة لاستخدام لاي حاجه تانية. رب يكون الكيكه عجبتكم وان شاء الله تجربوها.